اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وعلى خير، ويجعل ايامكم وحياتكم ان شاء الله كلها خير وسعاده باذن الله. النهارده هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض حاجه حلوه وخفيفه وسهله. الافران دلوقتي والمخابز بقوا بيبيعوها بالكيلو وبيبيعوها باسعار غاليه جدا، فاحنا نقدر نعملها في البيت وهتوفري، وكمان هتبقى انضف بكتير. وفي نفس الوقت هيبقى يعني الدقيق هيرمي معاكي منها كتير، هيديكي منها كميه. تمام. معانا ايه؟ معايا 4 كوبايات من الدقيق، معانا السكر العادي بتاعنا، معانا نص كوبايه من السمنه او زبده زي ما انت حابه، سمنه زبده، حابه تحطي زيت مفيش اي مشكله. معايا شويه من السمسم، وكمان كوبايه من الميه الدافيه، وكيس من الخميره، خميره اي نوع برضو انت متاكده منه ان هو بيخمر معاكي كويس. ومعايا بيكنج باودر. تمام. يبقى كوبايه ميه دافيه، بيكنج باودر، سمسم، خميره، دقيق، سمنه، سكر. وهنعمل احلى معجن حلو جدا جدا هيعجبكم، وطريقته سهله وبسيطه جدا جدا. هنا بقى كده جبنا بقى البولة بتاعتنا او القرانة بتاعتنا، اي حاجة بتعجني فيها. نزلت بكوباية المية الدافية، نزلت بكيس الخميرة. طبعا انتوا عارفين ان انا بستعمل خميرة دريم، بثق فيها جدا، بتخمر العجين كويس جدا. فعشان كده ولا بعمل اختبار ولا اي حاجة خالص. ونزلت بحوالي معلقتين من السكر، وهنبتدي ان احنا نقلب كل دوت كده في قلب بعضه كويس جدا. طبعا عايزه اقول لكم الطريقه حلوه جدا وسهله جدا جدا، وكمان خفيفة وهتطلع معاكي هشة. اهم حاجة التخمير، كل ما العجين استخبى او خبيناه بيتخمر معاكي تخمير كويس ويبقى حلو قوي. ما تستعجليش على التخمير، يعني زي ما بقول لو هتخمري نص ساعة سيبيه ساعة الا ربع، ولو ساعة الا ربع سيبيه ساعة. وهنزل كمان بقى بالسمنة بتاعتي، وزي ما قلت لك تقدري تبدلي السمنة بزبدة او بزيت اللي انت حباه، بس انا بفضل سمنة او زبدة، بتدي طعم حلو قوي كده، بتدي تركة كده حلوة. تمام. هنقلب بقى كل دوت كده مع بعضه في قلب بعضه. هنا بقى كده هنزل بال4 كوبايات من الدقيق نخلاهم. تمام. ده دقيق متعدد الاستخدامات، مش دقيق اكياس، ده دقيق سايب. علشان اكتر الناس بتسألني انتي بتستعملي دقيق ايه، انا بستعمل دقيق سايب مش دقيق اكياس ولا حاجه. حطيت كمان عليه معلقه من البيكنج باودر. اهم حاجه ان انت تكوني واثقه من الراجل اللي انت بتجيبي منه ان حاجته كويسه، بس مش اكتر ولا اقل. وتسمي الله وتصلي على الحبيب المصطفى، والله الحاجه بتطلع حلوه. طالما انت نيتك من جوه حلوه الحاجه بتطلع معاكي مظبوطه، وبتبقى معاكي مية مية. هبتدي بقى ان انا اعجن كده زي ما انتوا شايفين. هلم العجين كده قدامكم، مش محتاج ميه ولا محتاج حاجه. طبعا كل واحده فيكم على حسب نوع الدقيق بتاعها، يعني لو نوع الدقيق بتاعك محتاج شويه ميه هتزودي شويه ميه، محتاج هي كوبايه الميه وبس خلاص هي كوبايه الميه وبس. يعني انا الدقيق بتاعي اخد كوبايه ميه واحده. انت لو حسيتي ان العجين ناشف معاكي ولسه محتاجه كوبايه ميه او حبه ميه، ايا كان بتعملي ايه، مش لازم تعملي نوع المعجن دوت، لازم تزودي شويه من الميه على حسب نوع الدقيق يا جماعه. في دقيق بيشرب الميه بتبقى معاكي العجينه مظبوطه، وفي دقيق بيبقى محتاج يشرب ميه اكتر. زي كده ما بنقول لما بنيجي نعمل الكحك والبسكوت والكلام ده كله، سواء الكحك سواء القرص سواء الكلام دوت. تمام. انا اهو بلم العجينه قدامكم، عشان في ناس بتقول انتوا ما بتلموش العجين قدامنا، انتوا مثلا بتروحوا بعد كده تزودوا ميه تزودوا دقيق. لا، احنا هو ولا زودنا ميه ولا زودنا دقيق، وكل حاجه اهي واضحه قدامكم. بس انا بقى ايه، هقفل معاكم دلوقتي علشان اخد بقى انا العجينه كده، فاهمين؟ اديها بقى ايه تكتين 3 كده بايديا، اقرب بس الطبق ليا شويه. هنا عجنتها وغطيتها وسبتها اختمرت الحمد لله وبقت زي الفل اهي ما شاء الله. هبتدي بقى ان انا اخدها كده، اطلع منها الهواء بتاعها، وابتدي ان انا اقطعها الى كرات صغيره. بصي بقى، احنا ايدينا مش ميزان عشان نبقى صراحه مع بعض، فانت حاولي تقطعي الكوره قد مثلا ايه السفنديه كده، تبقى ايه صغيره كده معاكي. اهو بصوا بالشكل ده كده، ادي كوره، وهحطهم وهرصهم هيخمروا معاكي اكتر، يعني بالحجم ده كده هي كويسة قوي. عبال ما هتخمر هتطلع معاكي مظبوطة ومية مية. عايزة تصغريها صغريها، انا ولادي بيحبوها صغيرة فهعمل منها صغير، هعمل منها كبير على حسب ما كل واحد بيحب ايه. يعني بصي دي كبيرة ودي صغيرة، فاهماني؟ فانت طبعا على حسب تقطيعة ايدك او على حسب انت بتحبيها ايه، بتحبي الحاجة ايه. وانا بفضل ليه الصغيرة علشان خاطر الولاد ياكلوها كاملة على بعض، ما يقصوا يعني ما ياكلش حته ويقولك لا انا خلاص شبعت مش قادر اكمل، لا.
علشان كده بحب اعمل الحاجة مثلا تبقى صغيرة ياكلها كلها على بعضها عشان ما يتبقاش منها. تمام، هنقطع ونركن على جنب ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بس ما تنسيش يا بطة تحطي اللايك بتاعي. بقى كده ادي الطبق اللي فيه السمسم، وادي طبق فيه شويه من اللبن. تقدري تستعملي بدل اللبن دوت شويه من الميه وتحطي فيهم معلقه من السكر زي ما انت حابه. كمان ما عايزه تستغني عن معلقه السكر مفيش مشكله. جبت العجينه بصي وعملت لها زي حفره زي قلب كده من جوه اهو، فرغتها من جوه. وجبت السكر العادي بتاعنا، اخدت معلقه من السكر العادي بتاعنا اهو، حطيتها جوه العجينه اهو شايفين. وهبتدي ان انا اقفل العجين بتاعي كويس جدا. اهم حاجه التقفيله علشان خاطر السكر ما يطلعش من العجينه ويسيح منك وتلزق منك في الصواني. تمام اهو بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. طبعا طريقتها سهله واديها تكويره بسيطه كده عشان اظبط شكلها، بس يبقى شكلها فاهميني شكل كده حلو. حطها في اللبن، وبعد ما احطها في اللبن اطلعها احطها في السمسم، اغرزها كده في السمسم اهي بالشكل ده. وابتدي ارص في الصينيه، دهنه الصينيه دهنه زيت خفيفه خالص، وابتدي ان انا ارصها في الصينيه نفس الحكايه. بصي هتاخدي واحده وتعملي لها حفره، تعملي لها بقره، تعملي لها دايره زي ما انت حابه. اهم حاجه التقفيله يا جماعه عشان خاطر السكر ما يسيحش ويطلع بره وتلزق منك في الصينيه اهو. انا بعيد اهو كذا مره. انا دلوقتي هسوي على نار هاديه، على نار وسط. طبعا كل ما بعمل وبركن بيخمروا اكتر، يعني كل ما بنعمل وبنركن بيخمر معاكي اكتر. فاهماني اهو بالشكل ده. طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وكل المكونات عندنا. بقى كده اللهم بارك بعد ما خلصناهم زي ما انتم شايفين هم عملوا 3 صواني بسم الله ما شاء الله حلوين جدا اهي. اختمرت وكبرت شويه شايفين، يعني هي باينه ان هي مختمره ومكبرانه شويه. هنحطها على الشبكه في الفرن على نار هاديه لحد ما تستوي وتاخد لون كده جميل. واول ما تطلع من الفرن بقى هوريكم الجمال والحلاوه بقى بتاعها. هنا بقى كده اقول ايه بقى، بيقولوا في مثل بيقولوا ايه، الجمال عدى الحدود ولا مش عارفه بيقولوا ايه. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، حاجه بسم الله ما شاء الله. استوى بقى من جوه بصوا، مفرغه وتحفه. السكر اهو من جوه كده عامل زي العسل، بجد تحفه. طريقتها سهله وبسيطه ومش مكلفه. وهقول لك بقى ما تنسيش يا بطه يا وزه يا حلوه انت وهي تحطي اللايك بتاعي، ولو اول مره تشوفيني تعملي لي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد على قد الايد. في ناس بتخش يا جماعه بتتفرج وما بتحطش اللايك، بعد اذنكم حطوا لي اللايك. واخواتي اللي لسه ما اشتركوش عندي في اليوتيوب يلا شجعوني واشتركوا عندي في اليوتيوب عشان اكمل معاكم بوصفات سهله وبسيطه وتكون على قد ايدينا كلنا. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.